نستهديه ونستلهمه ونتوب إليه ونتوكل عليه. من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، حيث قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. واشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكسروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. أما بعد، كل جميعا نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه توبة عبد ظالم مذنب مقر بذنبه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وسلمنا أمرنا لله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على أننا لا نعود إلى المعاصي أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. طلعوا على بعض، قول يا أبا الحاج: بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله وعلى بركة الله زوجتك يا علاء أبو عبد السلام موكلتي وابنتي شمس محمد، البنت البكر البالغة العاقلة الرشيدة، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه، وعلى كل مذهب يصح عليه عقد الزواج. طلع عليه على قول بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله وعلى بركة الله قبلت زواجي من موكلتك وابنتك شمس محمد، البنت البكر البالغة العاقلة الرشيدة، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه، وعلى كل مذهب يصح عليه عقد الزواج. قل أعمل حي: زوجتك موكلتي، قل قبلتها منك لنفسي، ثاني زوجتها لك، قل قبلتها منك. اللهم اجعله زواجا مباركا يا رب العالمين. اللهم باعد بينهم وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقهم الولد الصالح الذي يخرج للدنيا قائلا لا اله الا الله سبحانه رسول الله. اللهم اجعلهم مرزوقين ميسورين مستورين مسرورين. اللهم لا تحرمنا اجر هذا المجلس. اللهم اغفر لنا بركاته، اشف مرضانا واهلك اعدانا. نسالك القبول منا والرضاء عنا والمغفره لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاخواننا في الله تعالى حين منتقلين، واغفر ربنا لكافه المسلمين اجمعين. قولوا معانا: بارك الله لكما، بارك الله لكما، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. خذ يا عم انا بدي مرش المنديل كله. الله يتجوز.